اهلا بيكم في كوتشي الهوانم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل غرزه مجسمه، اتمنى يا رب انها تعجبكم. انا هستخدم خيط مهير وهستخدم معاه ابره مقاس 3.5. هقول بسم الله وهبدا. بشتغل الاول 4 سلسله، بعد كده هلف لفه 2 على الابره وهاجي في الغرزه الاولى واشتغل عمود بلفتين، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض. بعد كده ارجع اشتغل 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، الف لفة 2 واعد 1 2 في الغرزة التالتة، ادخل واشتغل عمود بلفتين، ارجع تاني اكرر 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، وارجع الف لفة 2 واعد 1 2 في الغرزة التالتة، ادخل واشتغل عمود بلفتين، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض. برجع بقى اكرر تاني بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. 4 5 6 7، لفة 2 واعد 1 2 3، اشتغل عمود بلفتين. هكمل بقى بنفس الطريقة لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هنا وصلت لاخر السطر. بالنسبة للسطر الجاي هلف الشغل كده، هخلي السلاسل هي اللي من فوق والعمود من تحت، وارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف لفة 2 وهاجي في قلب الفتحة دي وهشتغل فيها 6 عواميد بلفتين، بلف واطلع من كل لفتين، 1 2، بلف واطلع من كل لفتين مع بعض، 3 4 5 وادي العمود السادس. ست عواميد بلفتين. بعد كده سلسلة واحدة وعلى طول هروح على الفستونة التانية، ألف لفة 2 وأدخل فيها برضو واشتغل 6 عواميد بلفتين، 1 2 3 4 5 وادي 6. سلسلة واحدة وأكرر تاني نفس الطريقة كده لحد آخر السطر. هنا وصلت لآخر السطر. بعد ما اشتغلت ال6 عواميد بين كل مجموعة ومجموعة سلسلة، هنا هلف لفة 2 وهاجي في الغرزة اللي تحت آخر غرزة في الصف الأولاني واشتغل عمود بلفتين عشان أقفل السطر بتاعي. بالنسبة للسطر الجاي هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل وهاجي في أول غرزة عندي أدخل واشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل غرزتين حشو، ادي أول عمود، ادي تاني عمود. بعد كده هلف الشغل. احنا اشتغلنا فوق العمود ده حشو وهنا حشو. العمود التالت من 6 عواميد ما اشتغلناش حاجة فيه. بعمل ايه بقى؟ بروح داخلة كده بين العمود التالت والرابع، ادخل واخلي العمود فوق الابرة واسحب الخيط واشتغل غرزة حشو، ادخل تاني في العمود واشتغل غرزة حشو تانية، غرزة حشو تالتة. بعد كده الف الخيط على الابرة وادخل واشتغل نص عمود، 3 لفات على الابرة، الف واطلع منهم كلهم. بعد كده الف الخيط على الابرة وادخل اشتغل 3 عواميد بلفة، الف واطلع من كل لفتين، 1 2 3.
بعد كده هشتغل بيكو من 3 سلسلة، وهاجي تحت العمود في شكل ال8 هنا اهو، اسحب الخيط واطلع من الحلقة مرة واحدة منزلقة. بعد كده عندي العمود اللي قصاده، العمود ده اللي قصاده هعمل ايه؟ هلف الخيط على الابرة وادخل كده من نص الرسمة واطلع وارجع اشتغل 3 عواميد بلفة، 1 2 3. بعد كده نص عمود الف واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. بعد كده هشتغل 3 حشو، 1 2 3. بعدين هعدل الشغل، بصوا هتبقى شكلها زي ما انتم شايفين كده. هاجي في اول غرزة حشو ادخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلق، هبقى قفلت الرسمة بتاعتي. بعد كده هلف الشغل، وعندي العمود الخامس هدخل فوق العمود الخامس واشتغل غرزة حشو فوق العمود السادس، غرزة حشو. بين المجموعة دي والمجموعة دي هشتغل 3 سلسلة، واجي فوق اول عمود اشتغل غرزة حشو، فوق العمود التاني هشتغل غرزة حشو، اشتغلت 2 حشو وارجع الف الشغل تاني. عندي العمود اللي عليه الدور اللي هو العمود التالت، هاجي ادخل بين التالت والرابع اهو، وامسك كده اسحب الخيط واشتغل حشو 1 2 3 حشو. بعد كده 1 بس نص عمود. بعد كده اشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. بعد كده هشتغل بيكو من 3 سلسلة، واجي تحت السلسلة في شكل ال8 اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. هفتح كده الشغل العمود اللي قدامه اهو، هرجع بقى الف الشغل كده، هلف الخيط الاول على الابرة وادخل من قلب الرسم ازق العمود كده واطلع واشتغل 3 عواميد، 1 2 3. بعد كده نص عمود الف واطلع من 3 حلقات مرة واحدة. بعد كده 3 حشو، 1 2 3. وارجع ادخل في اول غرزة حشو في السطر اللي قدامه اهي، اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. ادي الرسمة التانية. طبعا الغرزة دي تقدروا تعملوها مثلا في شيل، تقدروا تعملوها في سكارف، تقدروا تعملوها في حاجات كتير. هلف برضو الشغل، عندي العمود الرابع والخامس هاجي فوق العمود الرابع اشتغل غرزة حشو، فوق العمود الخامس اشتغل غرزة حشو. ده ظهر الغرزة. وهرجع بقى تاني اشتغل 3 سلسلة، واجي في المجموعة اللي بعدها في اول عمود هدخل غرزة حشو، العمود التاني غرزة حشو، وارجع تاني الف الشغل. عندي ده العمود التالت مفهوش غرزة حشو، هرجع ادخل بين التالت والرابع اهو، اسحب الخيط واشتغل 3 غرزة حشو جنب بعض. بعد كده ارجع اشتغل نص عمود. بعد كده 3 عمود بلفة، 1 2 3. وارجع اشتغل بيكو من 3 سلسلة، وهيجي تحت السلسلة في شكل 8 اسحب الخيط واطلع مرة واحدة عندي. بعد كده ادي العمود اللي قدامه
هتلف الخيط الاول على الابرة وادخل من الرسمة كده زق العمود واطلع اشتغل 3 عواميد الاول 1 2 3 وارجع اشتغل نص عمود وارجع اشتغل 3 حشو 1 2 3 واجي برضو في اول غرزة من غرز الحشو ادخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. هرجع الف الشغل واجي فوق العمود الرابع اشتغل غرزة حشو سوري العمود الخامس وادي العمود السادس وارجع تاني 3 سلسلة وادخل في العمود اللي بعده واكرر الشغل لحد اخر السطر. هنا وصلت لاخر السطر. بعد كده هاخد اخر عمودين هشتغل فوق العمود الخامس حشو والعمود السادس حشو. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهاجي فوق الغرزة الاخيرة من غرز الارتفاع واشتغل غرزة حشو. بالنسبة للسطر الجاي هرتفع 4 سلسلة هلف الشغل زي ما انتم شايفين غرزة هلف لفة 2 على الابرة وهاجي في ال3 سلاسل هشتغل 2 عمود بلفتين 1 2 سلسلة واحدة هلف لفتين على الابرة وهاجي هنا ال3 سلاسل اللي بعدهم هشتغل فيهم 6 عمود بلفتين 1 2 3 4 5 6 وارجع تاني اشتغل سلسلة واحدة لف لفتين على الابرة ال3 سلاسل اللي بعديهم هرجع ادخل تاني واشتغل 6 عمود بلفتين 1 2 3 4 5 6 وارجع بقى اكرر تاني بنفس الطريقة لحد لما اخلص السطر كله بتاعي. هنا اهو بعد ما خلصت السطر بتاعي اشتغلت 2 عمود بلفتين وفي نفس المكان هشتغل عمود تالت عشان اقفل الرسمة بتاعتي. بالنسبة للسطر الجاي هرتفع سلسلة هلف الشغل هسيب اول غرزة وفي تاني غرزة هشتغل غرزة حشو والغرزة اللي بعدها غرزة حشو. بعد كده 3 سلسلة واجي في المجموعة اللي بعدها اول عمود غرزة حشو تاني عمود غرزة حشو وارجع الف الشغل ده العمود اللي انا هشتغل فيه فهدخل كده ازق العمود يعني هدخل بين العمود التالت والرابع وارجع اشتغل 3 حشو 1 نص عمود الف واطلع من 3 حلقات بعد كده 3 عواميد كل عمود بلفة واحدة. بعد كده بيكون من 3 سلسلة ويجي في شكل 8 اسحب واطلع مرة واحدة هلف الخيط على الابرة وهلف الشغل للعمود اللي قدامه هدخل كده واشتغل 3 عواميد تاني بلفة بعد كده نص عمود بعد كده 3 حشو 1 2
3. واجي في غرزة الحشو الأولى هدخل أسحب واطلع منزلقة. هرجع بقى أعدل الشغل بتاعي، هاجي فوق الغرزة الرابعة واشتغل غرزة حشو، فوق الغرزة الخامسة غرزة حشو، وارجع 3 سلسلة، واجي فوق العمود الأول غرزة حشو، العمود التاني غرزة حشو. بعد كده هلف الشغل، ادي العمود التالت، هرجع ادخل كده بين التالت والرابع واشتغل تاني 3 حشو، نص عمود، 3 لفات اطلع منهم كلهم. بعد كده 3 عواميد، كل عمود بلفة واحدة. بعد كده 3 سلسلة، واجي في شكل ال8 هدخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. هلف الشغل العمود اللي قدامها، الف الخيط على الابرة وادخل من قلب الرسمة وازق العمود واطلع واشتغل 3 عواميد، 1 2 3. بعد كده نص عمود، بعد كده 3 غرزة حشو. واجي في غرزة الحشو الاولى اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. هعدل الشغل وهاجي فوق العمود الرابع اشتغل غرزة حشو، فوق العمود الخامس غرزة حشو، 3 سلسلة، واجي فوق اول عمود من المجموعة التانية واكرر الشغل تاني. واكمل السطر لحد اخر السطر. هنا انا خلصت السطر بتاعي، وهاجي اقفله مع بعض. بعد ما اشتغلت ال3 سلسلة هاجي في العمود اللي قدامه وهشتغل غرزة حشو، والعمود التاني غرزة حشو. بعد كده هرتفع 5 سلسلة وهرجع اكرر نفس اللي عملته هنا تحت، هرجع اكرره في الجزء ده تاني. فهرجع الف لفة 2 وادخل في الفراغ ده وارجع تاني اعيد نفس السطر التاني اللي هو ده. هشتغل 6 عمود بلفتين، دي 4 5 وادي 6. بعد كده سلسلة واحدة، لفتين على الإبرة في ال3 سلاسل اللي بعديهم، ارجع تاني اكرر 3 4 5 وادي العمود السادس. وبرجع اكرر بقى تاني واعيد نفس الغرز دي، هرجع اعيدها مرة كمان. هنا بعد ما خلصت كذا سطر من الغرزة، بصوا الجمال. والحلو في الغرزة دي ان هي ممكن تبقى كده وممكن تبقى كده، يعني ليها كذا عدلة. ممكن تبقى مرفوعة لفوق كده زي ما انتوا شايفين كده، وممكن يبقى وشها لتحت زي كده بالظبط. بصوا الجمال. اتمنى يا رب تكون الغرزة عجبتكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منها، واستنوني فيديوهات تاني ان شاء الله. شكرا.